لو في يوم من الايام الفضائيين قرروا ان هم يحتلوا كوكب الارض والعالم كله قرر ان هو يبعت لهم وفد عشان يعرفوهم مين هو الاله الحقيقي، تتخيل يبعتوا مين؟ شيخ مسلم ولا راهب بوذي ولا قسيس مسيحي؟ بس الفضائي ده مش جاي عشان يحارب، ده جاي عشان يتعلم. وده اللي حصل بالظبط مع كائن اسمه بيكي. نزل من كوكب تاني عريان زي الطفل، ما يعرفش لا لغة ولا فلوس ولا أديان. نزل في مكان لو اتولدت فيه ممكن تموت وانت لسه بتسأل هو مين فيكم ربنا. ده تقريبا نفس اللي حصل مع بيكي. هو كان فضائي نزل كوكب الارض عشان يستكشفه، اتسرق منه جهاز الاستدعاء بتاع السفينه الام اللي جابته، كان في رقبته على هيئه سلسله، لف ودار وراح وجه ومعرفش ان هو يجيبه، ما لقاش غير ملجأ واحد بس يلجأ ليه في الوضع ده: الله. بس انهي الله؟ الله الهندوس ولا السيخ ولا المسلمين ولا مين ولا مين ولا حتى انهي مذهب فيهم؟ فتعال بينا نشوف بيكي عمل ايه. بيكي كائن فضائي نزل كوكب الارض ما يعرفش عنه اي حاجه، وحظه المنيل ان هو نزل في الهند. نزل كوكب الارض زي الطفل عريان، ولا بيعرف يقرا ولا يكتب ولا حتى يتكلم، لسه طفل بيتعرف على العالم، وبيتسرق منه السبيل الوحيد اللي يرجعه لوطنه الام، الا وهي السلسله اللي في رقبته واللي بتخلي السفينه بتاعته ترجع عشان تاخده من تاني. اول حاجه بيتعلمها بيكي زي اي طفل ان هو يلبس هدوم، بس يا ترى هل هيلبس هدوم ستات ولا هدوم رجاله؟ ما هو اصلا مش عارف الفرق بين الاتنين. بيبدا بيتعلم ان الرجاله بتلبس قميص وبنطلون وجلباب، والستات بتلبس ساري، تلبس بلوزه، عبايه، وهكذا. تاني حاجة بيتعلمها هي الفلوس. قاعد جعان محتاج ياكل، فبيلاقي ساعتها بتاع جزر، الناس بتديله كده ورق مرسوم عليه صورة شخص، فبيديهم ساعتها أكل. طب هو أي ورقة عليها صورة الشخص دي بناخد مقابلها أكل؟ بيكي بيقصقص صورة الشخص ده من أي حاجة يلاقيها قدامه، وهنا بيبدأ الناس إنها تعلمه إن مش أي ورقة تنفع إنك تبدلها بحاجة، ده لازم ورق معين بألوان معينة، وكل شكل ولون مختلف عن التاني ليه قيمة مختلفة. وهنا بيعرف معنى الفلوس. طب هي الفلوس دي مش تشتري بيها أكل بس؟ لا، ده انت ممكن تشتري بيها اي حاجه انت عاوزها. اي حاجه اي حاجه يعني. ممكن الفلوس دي تشتري اله. تالت حاجه بيتعلمها بيكي هي الكلام. في الكوكب بتاعه مفيش كلام اصلا، هما بيتواصلوا مع بعض بالتخاطر. طب ايه الحل؟ احنا ما عندناش هنا تخاطر، والله لو عندي ما كنتش عزيزته عليك يعني. وهو ماشي في مره واحد مع الفرقه الموسيقيه بتاعته بيخبطوا بالعربيه، بياخدوا بعد كده للدكتور. هو سليم بس مش بيتكلم، هو بيفتكر ان ده طبعا بيكون بسبب الخبطه اللي هو خبطها له، بيحس بالذنب وان هو لازم يعالجه. طب يعالجه ازاي؟ يتكلم معاه مفيش، يغني له مفيش، بس خد باله من حاجه: هو عايز يمسك ايدين الناس، حتى مش مفرق بالراجل والست دايس في اي حاجه. خلاص يبقى هو نفسه في الستات، ناخده بالدعاره. هناك بيمسك ايد واحده من فتيات الليل طول الليل لحد لما بيقدر ان هو يتعلم منها اللغه. طلع ان هو عنده القدره ان هو يشوف ذكرياتك ويحس مشاعرك ويتعلم لغتك عن طريق بس ان هو يمسك ايدك. وبيتصاحب ساعتها هو الراجل واللي اسمه سنغ. بكده الطفل بيكي يتعلم حاجات كتير عن العالم بتاعنا: اللبس، الفلوس، الكلام، الصحاب، ولسه في كتير هيتعلمه. زيه زي اي طفل، كل ما بيكبر اكتر في الحياه كل ما الحياه بتعلمه اكتر. اللي شاغل دماغه بعد كل ده ان هو يرجع لوطنه من تاني. ازاي؟ عن طريق السلسله. يبقى نروح ندور على السلسله. بيدور في كل حته ومحدش عارف ان هو يجاوبه، حتى الشرطه ذات نفسها مش عارفه انها تساعده، اصل ولا عارف اسمه ولا المكان اللي هو اتسرق فيه. انت شكلك كده محتاج حد كليه القدره عشان يساعدك، وده نفس اللي الناس قالته له: مفيش حد هيقدر يساعدك غير الله. الله؟ طب هو فين؟ روح له المعبد. بيروح المعبد: سلام عليكم، فين الالهه اللي عندكم هنا يا رجاله؟ اهو عندك ده ب 100 وده ب 50 وده ب 150. طب ايه الفرق بين كل واحد؟ الحجم بس، نفس المفعول. بيكي بيشوف حاجه غريبه: الاله ده بيستجيب للناس بس مقابل شويه فلوس كده بيدوها له. قال لك ده نوع سحر غريب مش موجود في العالم بتاعي. بيشتري بعد كده اله، الراجل حرفيا بيلفه له في جرنان، وبيقعد بعد كده جنب الناس على الارض وبيحط قدامه الاله ده وبيقول ايه، يتست الاستجابه بتاعته: يا رب انا جعان عايز اكل. بيغمض عينه، وواحده معديه بتوزع صدقه بتحط له اكل في ايده. بيفتح عينه: ايه ده؟ ده طلع شغال. طب يا رب انا عايز السلسله بتاعتي. بيغمض عينه تاني، بيفتح عينه: ايه ده مش شغال ليه؟ الحجاره خلصت ولا ايه؟ يا عم يا اللي باع الاله، انت الاله بتاعك ده فصل شحن، اشحنه تاني وهاته. يا عم ده مش بيتشحن، ده شغال كده بالبركه. لا يا عم ده بايظ. بايظ ايه بس؟ ده انا اللي عامله بايدي. ايه ده؟ ثواني، هو انت اللي بتعمل الاله ولا الاله هو اللي بيعملك؟ سؤال بريء ومنطقي المفروض يكون ليه إجابة. إزاي خالق الكون ده كله حد يخلقه؟ لا يا عم، ربنا خلقنا كلنا، احنا بس بنعمله تماثيل عشان نصلي ليها. طب في جهاز اتصال جوه التمثال ده يعني عشان إله يسمعنا من خلاله؟ لا، هو ربنا مش محتاج جهاز اتصال، هو بيسمعك كده من غير حاجة. طالما هو بيسمع من غير حاجة، ليه أعمل ليه تمثال؟ بقول لك إيه، أنت هتلعب لي في دماغي، أنت شكلك كده عايز تبوظ التجارة بتاعتي. بص، انت هات 200 روبيه وخد الطبق ده، الطبق ده خش بيه المعبد، جوه فيه اله كبير هو اللي هيحقق لك كل اللي انت عايزه. بيكي عمل كده، ولكن وهو بيدعي الاله مش بيستجيب. الكاهن ساعتها بيقول له هو هيستجيب ليك بس بعد شويه. واضح كده ان الاله ده مش شغال.
راح الكنيسه بنفس الطبق اللي هو كان جايبه، ولسه بيكسر جوز الهند عند التمثال هوب اما طول من الكنيسه وقالوا له انت بسببك الرب اتصلب. نهار اسود، هو الرب اتصلب؟ امتى الكلام ده حصل؟ ده من 2000 سنه يا معلم. بص بعينه كده لقى القسيس بيقدم كاس فيه خمره. ايوه، يبقى السر في الخمره. هو الاله زهق من جوز الهند. سهل، عايز خمره نجيب له خمره. خد الخمره وراح بيها لمنطقه مسلمه وسال فين بيت ربنا. وهو رايح الناس كلها بصت له باستغراب كده، لحد لما اتنين وقفوه. رايح فين؟ رايح لربنا. ايه اللي في ايدك ده؟ دي خمره. طبعا طلعوا يجروا وراه. ركب اتوبيس لقى واحده لابسه ابيض قاعده زعلانه، حب يشوف مالها. جاي يمسك ايديها عشان يعرف مالها. واحد شتمه قال له دي ارمله، عيب اللي انت بتعمله ده. طب انت عرفت منين انها ارمله؟ انت مش شايفها لابسه ابيض اهي. اتضرب. نزل من الاتوبيس لقى قدام واحده في فستان ابيض. راح يقول لها انا اسف ان جوزك مات. نهار اسود، مات؟ ايوه، مش انت لابسه ابيض؟ الناس بتلبس ابيض في الموت. طبعا اتضرب وقالوا له الناس بتلبس اسود في الموت. ما كملش خطوتين لقى 3 ستات لابسين اسود. قال لهم انتوا ال3 جوزتكم ماتوا؟ طلع له ساعتها جوز ال3 ده وقام ضربه. ايه ده يا جدعان؟ انتوا ليكوا اكتر من رب، وكل رب ليه تعليم مختلفه، وكل واحد ما ينفعش ان هو يعبد رب غيره. طيب انا اتبع انهي واحد فيهم؟ راح لحضانه اطفال. الدكتور قفشه. بتعمل ايه يا ابني هنا؟ بدور على علامه تحديد الدين فين. وطبعا ما لقاش علامه. طب اعمل ايه؟ بس انا هلف لفه على الالهه كلها وعلى كل الديانات، يمكن حد منهم يستجيب. وما اصعب انك تدور على الاله الصح في دوله زي الهند اللي فيها اكتر من 2000 اله. وهنا بيكي بيبدا رحلته في سوبر ماركت الاديان. اول ستوب الهندوسيه، دي فيها الهه كتير، يعني مش رب واحد بس. عندك شيفا، فيشنو، لاكشمي، جانش، كل واحد فيهم ليه تخصص. عايز فلوس؟ روح لاكشمي. عايز شجاعه؟ روح لرام. وبيكي سأل هو في رقم خدمة عملاء طيب يوصلني بالصحة على طول؟ طبعا قالوا لا، بس ممكن تقدم ورد، تجيب لبن، تكسر جوز هند، يمكن يسمعك. قال لك لا، احنا نجرب حاجة تانية، الإسلام. بيجي دخل على الإسلام، الدين اللي بيقول مفيش إلا إله واحد، ملوش ولا تمثال ولا صورة ولا كل الكلام ده. كل اللي عليك إنك تتوجه للقبلة وتصلي وتصوم وتزكي وتتوكل على الله. قال حلو وواضح، بس لما قعد شويه اكتشف ان في اكتر من نسخه. النسخه الاولى مين؟ السنه. احنا ماشيين على اللي قاله النبي محمد عليه الصلاه والسلام واللي عمله واللي قاله الصحابه، تمام. بس لما راح لنسخه تانية اللي هي الشيعه قالوا لا، احنا بنحب النبي واهل بيته اكتر، بنشوف ان اللي حصل بعد وفاته ده في ظلم. وبيكي هنا اتلخبط. قال هو ربنا واحد والنبي واحد طب ليه فيكم اللي بيقول للتاني انت كافر؟ طب انتوا بتضربوا نفسكم ليه طيب؟ وبتعملوا في نفسكم كده ليه؟ عشان الله يغفر لينا. طب ما تستغفروا. لا، ما احنا ذنبنا كبير. طب هو ربنا قال كده طيب؟ ساعتها قالوا له سيبك من كل ده، تعالى شوف الحب اللي بجد. ودخل عند جماعه بتغني وترقص وتقول انا بحبك يا الله، وبيعيطوا وهم بيرقصوا. ودي كانت الصوفيه، ناس شايفه ان الطريق ربنا مش في الجدال، بل في الحب، في الذكر، في الروح اللي تتعلق بالاله مش بالحكم. بيكي واقف وقال كان نفسه طب هو ربنا نفسه قال ان في 3 نسخ، ولا دي بس نسخ المستخدمين؟ ودي اللحظه اللي شاف فيها ان الخلاف مش دايما في اصل الدين، ده فهم البشر ليه. بعد كده بيكي راح الكنيسه. قال لك هنا الحب بقى والغفران والمغفره، بس لقى برضه في تماثيل وفي اعترافات وفي ناس بتتخانق على تفسير الكتاب الواحد ده، وفي اكتر من كتاب اصلا. سأل هو لو المسيح ابن ربنا يبقى ازاي اتصلب؟ راح يشوف بعد كده ناس لابسه عمامات، السيخ، ناس بتؤمن بإله واحد ما بتحبش بقى التعقيد، وبيقولوا كل الناس سواسيه. عجبه الكلام بصراحه، بس لما شاف انهم برضه ليهم معابد وسيوف ومراسم وليله، قال هو مفيش حاجه هنا بسيطه خالص. قابل ناس قاعدين يتأملوا ساكتين، البوذيه. قال لهم هو فين الاله؟ قالوا له مفيش اله، الاله جواك انت. قال لهم طب لو الاله ده ضاع من جوايا الاقيه فين؟ وبعدين بيكي سمع عن دين قديم اقدم من كل اللي فات ده، اسمه اليهوديه. الناس دي بتؤمن بإله واحد برضه، بس علاقتهم بربنا زي علاقة موظف كده، في قوانين كتير جدا لازم تمشي عليها اسمها التوراة. ما ينفعش انك تشغل النور يوم السبت، ما ينفعش تاكل جمبري، لو قعدت سندوتش غالبا هتعمل طقوس مخصوصة قبل ما ترفعه. سألهم طب ليه كل ده؟ قالوا دي وصايا ربنا لينا. قال لهم هو ربنا عنده وصايا خاصة لكل شعب؟ يعني لما بيجي يتكلم مع الهندوز يقول لهم حاجة، ولما يجي للمسلمين يقول لهم غيرها، ولا احنا بس اللي بنحاول نركب صوتنا على صوته؟ وكل مرة بيكي يروح فيها مكان يسمع قصة جديدة عن ربنا، وكأن ربنا مش إله أعلى، ده بقى مشروع قومي لكل مجموعة. كل مجموعة بتقول هو احنا عندنا وبس، ولو عايز توصل له لازم تركب معانا. بس بيكي كان بيدور على ربنا اللي بيرد، اللي بيستجيب، مش اللي بيتباع صورته على بوستر. الراجل جاي يدور على ربنا، لا كل واحد بيقدمه بطريقته، في اللي بيبيع وفي اللي بيخوف، في اللي بيقول لك امن بيا وبلاش تسأل. ربنا بيحبك. بس بيكي برغم ان هو مش من الارض كان بيسأل السؤال اللي احنا كلنا بنهرب منه، هو ربنا عايز مننا ايه؟ واحنا بنعبده ولا بنحاول نرضي الناس اللي باسمه؟ بيكي جرب كل الطرق عشان يوصل لربنا، مش عارف انهي فيهم الصح. في اللي بيسجد وفي اللي بيركع،
اللي بيعبد تمثال ولا اللي بيعبد ضريح ولا ده ولا ده ولا ده، اللي بيدعي وهو قافل ايده ولا وهو فاتحها، اللي بيقول ان الاضحيه تذبح يوم الاثنين ولا يوم الثلاث، اللي بيقول ان الصلاه قبل شروق الشمس ولا اللي بيقول الصلاه بعد الغروب، ولا اللي بيقول في 5 صلوات في اليوم. واحد بيقول البقر يتعبد والتاني بيقول ان البقر يتضحى بيه، واحد بيقول خش المعبد من غير جزمه والتاني بيقول خش الكنيسه بالجزمه. مين صح ومين غلط؟ هنا بيكي بينتهي من ان هو يدور على مين الاله الصح لحاجه تانية، هو هيدور على الاله اي واحد فيهم واللي يقابله يطلب منه طلبه. بيبدا بعد كده ان هو يعمل في الشارع ملصقات ويحطها على الحيطان ويوزعها على الناس، مكتوب فيها حاجه واحده بس: اله مفقود واللي يلاقيه يكلمني. بدا ان هو يلبس خوذه صفراء عشان اللون الاصفر ده مميز واضح جدا، عشان كده التاكسي لونه اصفر يعني عشان يبان وسط العربيات التانية. فانا البس خوذه صفراء عشان لو الاله معدي ولا حاجه يقدر ان هو يشوفني. هو بيفضل بيكي يدور ويدور لحد لما بيلاقي واحد شبه اله شيفا كده، دهن نفسه ازرق ولبس نفس لبسه. زنقه ساعتها في الحمام وقفل ساعتها باب الحمام. بص انا بلف وادور عليك، اديني بقى الجهاز بتاعي. يا عم جهاز تحكم ايه بس، انا مالي بالحوارات دي كلها، يا رب الحقني. ايه ده بس معلش، هو في اله اعلى منك رتبه؟ المهم بيزقه بعد كده لابس شبه شيفا ده وبيطلع يجري. بيكي هيسيبه؟ لا طبعا بيجري وراه. خلاص انا قتيلك النهارده. لحد لما بيخش المكان ده فيه ناس كتير وكاهن كده شبه هذا الشكل بيقول لهم ان لما كان بيصلي للرب في جبال الهيمالايا في ضوء ظهر وبدا ان هو ينزل على الارض، والله قال له ان الضوء ده جزء منه، خده وابني حواليه معبد. يا ترى ايه الضوء ده؟ الضوء ده هو سلسله بيكيه. بيطلع بيكيه على المسرح ويحمد ربنا ان هو وصل للسلسله بتاعته واخيرا هيرجع لوطنه من تاني. بيروح بعد كده عشان ياخد السلسله، الامن بيوقفوه وبياخدوه يرموه في الشارع. كل ده بيكي كان بيحكي لجاجو. مين جاجو دي بقى؟ دي بنت هنديه كانت في لندن، اتعرفت على واحد هناك اسمه سرفراز باكستاني شغال في السفاره في لندن. حبوا بعض ولكن اهلها ما كانوش موافقين. ده مسلم يا بنتي هيلبسك حجاب. قالتها بقى بتتبع انهي ديانه؟ الديانه بتاعت الراجل اللي شبه عادل شكل ده اللي اسمه تباسي، اللي هي تبع الهندوسيه. هم تقريبا مش بيعبدوا اله، هم بيعبدوا الراجل ده اصلا يعني. طب ليه؟ اصله بيقول ان في ما بينه وما بين الله اتصال، بالبلدي كده بيكلم ربنا. ابوها بقى حاطط صوره الراجل ده في كل مكان في كل حته، على ملايات السرير، على شنطه المدرسه، حاطط برواز فيه صورته في الحمام. ابوها ما كانش بيعمل اي حاجه غير بميعاد الراجل ده يلهوله. حتى لما كان يروح لدكتور السنان لازم يبقى عارف من الراجل ده امتى بالظبط يعمل سنانه وبالدقيقه وبالثانيه. والراجل ده كان مديه شنطه كده فيها تماثيل الهه، كل واحد ليه ميعاد محدد وحاجه محدده. وهو بيشتغل يستخدم لاكشمي، وهو بيلعب رياضه يستخدم هنومان. توباسي بيقول ان سرفراز هيسيب جاجو وان هو مش هيتجوزها وان هو بيلعب بيها زي اي مسلم يعني، وهي مش بتصدقه وبتقرر انها تتجوز هي وسرفراز بكره. ولما بتروح للمكان اللي هيتجوزوا فيه، جواز كده اسمه جواز مدني، بيجي لها ساعتها طفل صغير برساله بيقول لها فيها سرفراز انهم مش الشخصين بس اللي بيتجوزوا، عيلتهم وبلادهم وديانتهم كلهم مختلفين، مش ممكن نكون سعداء على حسابهم. ما تتصليش بيا تاني، انا اسف. قلبها بيتكسر. الكاهن كان عنده حق ولا ايه؟ سابت المكان ومشيت وسافرت الهند من تاني واشتغلت في قناه تلفزيونيه. وفي مره وهي راكبه القطر شافت بيكيه وهو ماشي يوزع الورق بتاعه ده، راحت وراه لقيته جايب عصايه اخرها دبوس كده وبيصطاد بيها الفلوس من صندوق تبرعات معبد. ولما الناس بتيجي عشان تضربه بيحط على وشه ملصقات عليها صور الهه عشان الناس ما تضربوش. الناس ساعتها بتتلم عليه. بتروح بعد كده جاجو عشان تلحقه وبترمي البوك بتاعها في الصندوق وبتقول للكاهن ده البوك بتاعي وقع وانا بتبرع، وهو كان بيحاول ان هو يساعدني. فلما بيفتحوا الصندوق بيلاقوا البوك بيسيبوهم عشان يمشوا. تسال بعد كده بيكيه هو انت عملت كده ليه؟ قال لها ان هو اتبرع وان الله ما استجابش لدعائه فكان بياخد فلوسه من تاني. طب ليه الملصقات اللي على وشك دي؟ الناس بتحط صور الهه على البيوت عشان ما تتسرقش، فانا بحطها على وشي عشان ما اتضربش، حاجه كده يعني شبه الشنطه فيها كتاب دين يعني. طب انت قاعد فين؟ قال لها انا بنام في القسم. بيروح يعمل بتبيع على الحيطه، ساعتها بيجي البوليس عشان ياخده ويحطه في الحبس، يقضي الليله بتاعته ويسيبه يخرج تاني يوم. بتروح وراه القسم وبتدي رشوه للظابط عشان يدخلها تقعد معاه، وساعتها بيحكي ليها كل القصه بتاعته اللي انا حكيتها ليكم. طبعا هي فاكره مجنون، ولكن وهي ماشيه بتسيب له الكارت بتاعها وبتمسك ايده، فبيقول لها على حاجه بتخلي دماغها تلف. طب هو عارف الكلام ده ازاي؟ انا ما قلتهوش. بتاخده بعد كده معاه وهم ماشيين، في راجل عجوز بيجي يطلب منه فلوس عشان مراته في المستشفى وبيكون مسك ايده بيديله بعد كده الفلوس. فهي بتقول له اهو شفت الراجل ضحك عليك. قال لها ساعتها انا عارف، ده راجل خرج مع مراته في عيد ميلادها وما كانش عامل حسابه قوي، وهي طلبت ايس كريم وهو مش معاه فلوس فجاي يطلب فلوس عشان يحاسب. جاجو طبعا مش بتصدقه، ولكن لما بتروح تشوف الراجل بتلاقي ان الكلام حقيقي فعلا. طبعا هتسال سؤال مهم، هي مهتمه بيه ليه؟ عشان هي عايزه تحكي القصه بتاعته في القناه اللي هي شغاله فيها، عايزه تعمل سبق صحفي كده بالبلدي. المهم انها خدته شقتها، واثناء كلامهم الصبح واحد بيتصل بيها عشان يشوف حد في المستشفى، بتقول له الرقم غلط فبيتصل تاني، بتقول له ساعتها ان اللي بيسأل عليه ده مات. بيجي بيستغرب هي عملت كده ليه؟ بتقول له كنت بهزر معاه وهو دلوقتي هيروح المستشفى ويطمن على الراجل. بيكي ساعتها بتجيله فكره، اكيد كل اللي بيقول ان الرب بيكلمه ده بيجيله اتصال خاطئ، النمره غلط يعني، وحد بيكون بيهزر معاه من الناحيه التانيه.
ما اكيد الرب مش هيقول لك اسحف ليه عشان اسمعك، ولا هيقول لك كب اللبن على الصخره عشاني. امال هيقول ايه؟ هيقول لك بدل ما تكب اللبن ده خده واديه للفقراء اللي مش لاقيين اكل في الشارع. تفكيره ما كانش صح في حته النمره غلط دي، بس هو عنده اسئله طباسي مش عارف ان هو يجاوب عليها. وبتقرر جاجو ساعتها انها تساعده من غير ما تقول له ان الفكره بتاعته دي غلط، وبتاخده بعد كده لمدير القناه عشان يطلع على التلفزيون. بعد كده بتاخده عشان تروح بيه للمكان اللي طباسي موجود فيه هو واتباعه عشان يكلمه وهي بتصوره. هم قاعدين، واحد اللي بيقول لتباسي انا مراتي اتشلت بقالها 6 شهور والدكاتره مش لاقيين لها علاج. بيعمل تباسي نفسه بيكلم الرب وبيقول له الرب بيقول لك انت تروح جبال الهيمالايا، بعد كده تاخد اتوبيس لحد مكان تاني، بعدها تمشي لحته تالته، بعد كده تقعد هناك 8 ايام تتعبد وربنا هيحقق لك اللي انت عايزه. بيكي يسكت؟ لا طبعا. بيطلع بعد كده يقول له انت مش ربنا اللي قال لك الكلام ده رقم غلط، حد رد عليك وهزر معاك وقال لك الكلام ده. يعني انت ابنك لو تعبان هتقول له روح سافر 5000 كيلو وامشي واعمل وكل الكلام ده، ولا هتروح تاخده للدكتور؟ طبعا تباسي ما كانش عنده رد. قال له ساعتها اثبت لك بقى ده، كلم ربنا قول له يقول لك على روشته الادويه للست دي. طبعا بيترمخوا على الموضوع ومحدش بيسمع ليه، بس هو عمل خطوه وخلى الناس بدات انها تفكر، خصوصا لما طلع مع جاكو في التلفزيون. ساعتها تباسي يكلم الصحفيين وقال لهم بيكي اللي بيعترض على الاله ده هو دينه ايه اصلا؟ طبعا هو فاكر ان هو مسلم. بيكي راح له بعد كده ومعاه 5 اشخاص وقال له كلم الهك واسال ديانه كل واحد من دول ايه، مش انت بتسال عن ديني؟ قول لي دين كل واحد ده ايه. قال له مش محتاج اسال، ده هندوسي، ده مسيحي، ده سيخي، ده جينز ودي ديانه في الهند، وده من دينك اللي هو قصده على الاسلام يعني. ولكن بيكي كان عامل فخ، الهندوسي ده طلع سيخي، المسيحي طلع مسلم، السيخي طلع هندوسي، واللي من الجنس ده طلع مسيحي، والاخيره كانت جاجو. يا دوب بس غيرت شكلهم خلتها تفتكر ان دينهم مختلف، وكالعاده بيكي بيطرد. ابو جاجو بيروح ليها القناه عشان يخليها توقف اللي هي بتعمله ده، وبيزعل بيكي وبيقول له انت هتخش النار. بيكي ساعتها بيفهم ان كمان الخوف هو السبب، وبيروح بعد كده عشان يثبت الكلام ده لابوها. بياخدوا جامعه وبيجيب صخره صغيره وبيحط عليها شويه لون كده وقدامها شويه فلوس، والناس بتبدا انها تعدي تتعبد قدامها وتحط فلوس كمان. ده طلع استثمار ناجح والله، كله من الخوف. ده نفس اللي كان خايف منه توباسي، ان هو تجارته تقف. لا خايف بقى من اله ولا خايف من حاجه، هو كان خايف على فلوس بتاعت التبرعات، خايف على المنتجات الالهيه اللي هو بيبيعها ان سوقها يقع. الناس كلها بدأت إنها تسأل الكاهن اللي بيبارك واحد وبيطلع من إيده سلسلة ذهب، طب طالما أنت بتقدر تطلع ذهب من العدم ليه ما تنهيش الفقر في البلد؟ إيه بتقول إيه؟ طب سلام عليكم أنا بقى رجالة. وكله بيبدأ إن هو يبين الكذب والخدع اللي كانت بتحصل ليهم. بيكي بيبدأ إن هو يحب جاجو، ولكنه هو قاعد معاها بيختاروا اسم تاني ليه غير بيكي، عشان بيكي ده معناه سكران. أصلا الناس كانت بتقوله ليه عشان طريقته الغريبة، فاعتبروا هو اسمه. كانوا بيبصوا بعد كده على الكروت فيها أسامي، وبيكي كان كاتب ليها في واحد منهم إن هو بيحبها. بيعدي بعد كده في الكروت اسم سيرفراز، فبتعيط وبتزعل. بيمسك بيكي إيدها وبيعرف القصة كلها، وبيعرف إنها لسه بتحب سيرفراز. في الوقت ده تباسي بيقرر ان هو يعمل مناظره مع بيكي على التلفزيون. لو كسب بيكي هيديله السلسله بتاعته، انما لو خسر هيشهد قدام الناس كلها ان تباسي بيكلم الرب بجد. نفس الوقت فاكر الراجل بتاع الفرقه الموسيقيه سينج بيقدر ان هو يمسك الراجل اللي سرق من بيكي السلسله واخده ورايح لبيكي. بيكي ما كانش فاهم الوضع صح، كان فاكر ان تباسي ده غلبان، حد ضحك عليه، مش ان هو اللي بيضحك على الناس. دلوقتي هو عارف ان هو كذاب، هتبقى عينها هتولع، لكنها للاسف ولعت بجد. صاحب بيكي وهو نازل من القطر حصل تفجير والراجل مات، ما تبقاش منه غير بس الجزمه بتاعته. بيكي اتصدم، الراجل اللي ساعده لما كان تايه مات بسبب تفجير ارهابي، تفجير ديني بحجه بس الدفاع عن العقيده، واللي في الحقيقه هو سببه الكراهيه والجهل. بيكي قرر ساعتها ان هو يواجه تباسي، مش عشان السلسله ولكن عشان يكشف كل الكذب اللي بيتقال باسم الاله. بيبدا برنامج تباسي بيقول ان بيكي عايز عالم من غير اله، في ناس مش لاقيه انها تاكل ولا لاقيه مكان يحميها، وفي ناس بتقتل نفسها عشان مش لاقيين بس الامل. لما الاله بيجي بيديهم الامل ده. بيكي بيرد عليه وقال له انا ياما برضه ما كنتش لاقي اكل ولا لاقي مكان يحميني، بس كنت واثق في الاله، هو كان مديني الامل في بكره. بس انا عندي سؤال واحد، انهي اله اثق فيه؟ انت بتقولوا ان في اله واحد، لا في 2، اله خلقنا واله انتوا خلقتوه، واله اللي انتوا خلقتوه على شكلتكم كده كاذب متصنع. انت بس بيقول له انت هتتكلم عن الهنا وفاكر ان انا هفضل ساكت ليك كده؟ احنا هنحمي الاله بتاعنا. انت هتحمي الاله؟ انت الكائن الصغير جدا في الكون الكبير ده هتحمي اللي خلق كل الكون ده؟ هو مش محتاج حمايتك، هو بيعرف يحمي نفسه كويس. انت بتكذب وتفرق بين الناس زي ما فرقت بين سيرفراز وجاجو. قلت لها ان المسلمين كذابين وان هو هيسيبها، خليت عندها استعداد ذهني لده، وبيثبت لتباسي ان هو كمان كذاب في دي. هي لما راحت مكان الجواز ما كانتش لوحدها،
كان في واحدة تانية في المكان كانت شايلة ثبت فيه قطة، ولما قامت سابته ليها، والطفل اللي جايب لها الرسالة أكيد اللي قال له ادي الرسالة قال له اديها للبنت اللي معاها الثبت اللي فيه قطة. طب هل سرفراز ماضي عليها؟ هل في أي دليل إن الرسالة دي منه؟ إزاي عرفتي بقى إنها منه؟ وفعلا بتتصل بيه ساعتها على السفارة اللي كان شغال فيها، طلع إن هو كان كل يوم بيتصل يسأل لو حد اتصل بيه، وبيبان فعلا إن هو ما سابهاش وإن كلام تباسي كان غلط. الكل بيصدق بيكيه. تباسي بيجي ياخد السلسلة عشان يخلع، ولكنه بيوقفه أبو جاجو وبياخد ساعتها السلسلة منه وبيديها لبيكيه. وقبل ما بيكيه يسافر وطنه من تاني، جاجو ساعتها بتلاقيه واخد معاه شوية كاسيت، بيقول لها عشان كوكب الأرض هيوحشه يعني وكده، فأنا واخد أصوات عربيات على شوية حاجات كده من الكوكب يعني عشان لو وحشني ابقى اسمعها. مع كده بيسيبها وبيقوم يجري ورا الأتوبيس، وبتسمع هي الشرايط دي وبتلاقيها كلها لصوتها، وبتعرف ساعتها إن هو كان بيحبها هي. ولكن الأوان قد فات، هي مش بتحبه، هي بتحب سرفراز وهو عارف ده، فقرر إن هو ما يقولش ليها ويخلي حبه ده في قلبه ويرجع وطنه بيه. ولكن ده مش بيدوم كتير، عشان في الآخر بيجيب شعبه من تاني ويرجع كوكب الأرض عشان يعرفهم عليه. الفضائي لما نزل على كوكب الأرض كان جاي يستكشف الكوكب، كان جاي عشان يفهم البشر، ولكنه لما وقع في ورطة ملقاش حد يساعده، فرجع للي فوق قدرة كل البشر، ربنا. زيه زي أي بشري لما الدنيا بتضيق بيه بيتجه لربنا، بس هو كان نازل في بلد كل واحد بيقول ربنا على مزاجه، تاه وسطهم معرفش مين فيهم اللي عنده الحق. قرر إن هو يسلك كل الطرق. لا في الطرق دي اللي مش محتاج منك غير انك بس تؤمن بقلبك، ولا منهم اللي محتاج انك تعمل حاجات تنافي العقل والمنطق، ولا منهم اللي بيقول لك الاله جواك انت مش فوق 7 سماوات، ولا منهم اللي بيقول لك ان هو مش اله واحد، ده مجموعه وكل واحد مختص بحاجه. طلع وسط كل دول زيه زي سيدنا ابراهيم. سيدنا ابراهيم عليه السلام ما صدقش الالهه اللي بيعبدوها قومه، ازاي يعبد شويه تماثيل محدش فيهم لا بينفع ولا بيضر. بص فوقه شاف نجوم وكواكب وشمس وقمر، كل ما كان واحد فيهم يعدي قدامه يقول بس هو ده إلهي، ولكنه لما كان يغيب كان يقول لا أحب الآفلين. لحد لما ربنا وراه الحقيقة، نفس اللي بيكي عمله بالظبط، شاف ده وده وده، وفي الآخر وصل للحقيقة إن في ناس واخدة الدين مجرد تجارة بس. اشتري الصنم ده هيحقق لك كل اللي نفسك فيه، خد الطبق ده وخش المعبد حط فلوس وربنا هيستجيب ليك، خش الضريح ده وادعي الوالي اللي جواه عشان ربنا يسمعك، كوب اللبن على الصخرة أو على الصنم عشان ربنا يحبك. طب هل ربنا ناقصه فلوس ولا لبن ولا الكلام ده كله عشان يستجيب ليك؟ هتيجي تقول لي انت عشان مسلم بقى بتنحاز لدينك. بنحاز لديني، امال هنحاز لبرشلونه يعني؟ في النهايه كان فضاء يصدق ان في اله واحد، واحد ملحد عنده وحيد فكري في دماغه مش مصدق ان في اله. صباح الفل يعني. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنساش بقى تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، تنزل تحت بقى تلاقي كل اللينكات اللي انت محتاجها، واقترح علينا برده شويه افلام كده نعمل لها فيديوهات تحت في الكومنتات. بس كده، انا معاكم حسن فهد، السلام عليكم.